السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة التحفيز. هل تعتقد أن الربح يحتاج دائما إلى رأس مال؟ في عالم الذكاء الاصطناعي تغيرت القواعد. اليوم لم تعد الفرص حكرا على من يملك المال، بل على من يملك الفهم والقرار. أولا، الربح من الذكاء الاصطناعي دون رأس مال. الذكاء الاصطناعي فتح أبوابا جديدة للربح دون الحاجة إلى استثمار مالي. كل ما تحتاجه هو التعلم وفهم كيفية تحويل هذه التقنية إلى قيمة حقيقية. ثانياً، لا يحتاج مالاً بل يحتاج عقلاً. الذكاء الاصطناعي لا يهتم بما تملك من أموال، بل يهتم بكيف تفكر. العقل الواعي هو رأس المال الحقيقي، ومن يفهم الأداة يستطيع استخدامها لصالحه. ثالثاً، الذكاء الاصطناعي يعمل وأنت توجه. الذكاء الاصطناعي قادر على العمل بسرعة وقوة، لكنه بلا توجيه يبقى مجرد أداة. أنت من يحدد الهدف، وأنت من يصنع الفرق بين الاستخدام العادي والنجاح الحقيقي. رابعاً، الربح يبدأ بالقرار. كثيرون يعرفون هذه الفرص، لكن القليل فقط يقرر أن يبدأ. الفرق بين من يربح ومن يكتفي بالمشاهدة هو قرار واحد: أن تبدأ اليوم لا غداً. الذكاء الاصطناعي لن يصنع مستقبلك وحده، وأنت وحدك لا تستطيع دون أدوات. لكن عندما تجتمع الأداة مع القرار، يبدأ الطريق الحقيقي للربح. كان معكم الأستاذ رشيد من قناة التحفيز. لا تنسوا الاشتراك لدعم المحتوى التحفيزي الهادف.